بقيان شوي عندي من عجينة الباف باستري وموزتين، تعالوا نعمل فيهم أطيب اختراع بالعالم. أول شي أخدت قطعة العجينة تبع الباف باستري وقطعتها بهذا الشكل لشرايح، وقشرت الموز، وبعدها رح أحفر الموزة بهذا الشكل بالمعلقة، يعني بس منقيم منها شوي لحتى أنا أحشي قلبها شوكولا، هيك بهي الطريقة متل ما إننا شايفين. هلأ فيكن ما تحشوها انتو، بس أنا هيك يعني حطيت شوكولا. فيكن تحطوا أي نوع شوكولا، شوكولا أصابع تبع الكندر أو أي نوع شوكولا. أنا حطيت حبات الشوكولا يعني من المتوفر عندي، حطيت هيك بهي الطريقة. وبعدها هلأ بدي لف الشرايح أو الشرايط تبع عجينة الباف باستري يلي قسمناهن قبل شوي، بدي لفهن على الموزة بهذا الشكل، ومنحاول منسكرها من الطرفين. وهلأ هي تاني موزة كمان هيك بنفس الطريقة عم نلف عليها شرايح العجينة. هلأ هيك صاروا عندي جاهزين. هلأ منحطن على صينية فرن وحاطة أنا عليها ورقة زبدة. بالنسبة لخليط الدهن حطيت بيضة وحليب ومعلقة خل وشوية نسكافيه، خلطتن كتير منيح مع بعض. وهلأ عم بدهن العجينة فيون. هاد الخليط بيطلع لون العجينة كتير حلو وما رح تطلع ريحته زنخة أبداً. هيك بهذا الشكل. هلأ بندخلها على الفرن على أقوى درجة حرارة، شغال من فوق ومن تحت. أخدوا معي وقت 10 دقايق بس وكانوا جاهزين. شوفوا لي هالمنظر شو حلو، والله بيشهي القلب، والريحة يعني عالم تاني. آخر شي حبيت زينها بشوية شوكولا وفستق حلبي لحتى يزيد منظرها جمال. وهلأ رح أقسمها قدامكم، شوفوا لي هاللذاذة، والله ولا أطيب من هيك. جربوها على مسؤوليتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوا تدعموه بلايك، وما تنسوا تشتركوا بقناتي على اليوتيوب، الرابط بالبايو.